خير. فين مراتي يا حماتي؟ انا عايز اخد مراتي. هو حد خبط على الباب كده على الصبح؟ ايوه يا حماتي انا عايز اخد مراتي ومش مروح غير بيه. هو في ايه يعني؟ شيماء. ولا شيماء ولا بتاع، ما تناديش هنا وصوتك ما يعلاش هنا. يعني ايه يا حماتي؟ هو انا كل ما نيجي مش عايز تديني مراتي؟ انت حاشيه عني ليه؟ هو ايه اللي حشيه عنك ليه؟ كلمني عدل اولا انت. ايه تكلمك عدل يعني؟ انت مدخله في حياتي ليه وحاشه مراتي؟ آه. شيماء يا شيماء. يا شيماء بقول لك في ايه بتزعقوا ليه؟ تعالى يا شيماء معايا، انا جاي ناخدك معايا نروح البيت. بجد يا بسيوني؟ هو ايه اللي بجد؟ ايه يا حماتي انت مش عايزاه تروح معايا ولا ايه؟ يلا يا شيماء تعالي معايا ومالكيش دعوه بامك، امك دي هتخرب بيتنا. يا بسيوني انا هسمع كلام ماما، اكيد هي اضرب مصلحتي وهي عارفه. يا شيماء سيبك من امك هتخرب بيتنا، وبعدين حصل ايه ده كله يعني؟ ايه اصلا اللي مقعدك عند امك؟ مفيش مشكله اصلا، انت عامله مشكله من مفيش مشكله بسبب امك. لا امي بتحبني وبتخاف عليا، واكيد هي مش هتضرني وبتخاف على مصلحتي. خلاص اظن بقى كده كفايه بقى، وجعت لنا قلبنا. اتكل على الله ما اشوفش وشك هنا تاني. انا بصراحه ما شفتش حاجه زيك خالص يا ست، غوري من حياتنا وسيبيني نعيش انا ومراتي. اتلم واحترم نفسك، انت في بيتي هنا ما تغلطش فيا. يعني بنتي قالت لك خلاص مش مروحه معاك، اتكل على الله بقى. عاجبك كده يا شيماء؟ يا بسيوني بس انت بصراحه ما ينفعش تكلم ماما بالطريقه دي. ما هي انت تدخل في حياتنا يا شيماء. بس ايا يكن برضه دي ست كبيره قد مامتك، ما ينفعش تكلمها بالطريقه دي. طب يا ست انا اسف، يلا يا شيماء، يا شيماء ده بيتنا وانا مش عايز نهده. انت عايز تروحي؟ كلمه واحده، انت عايز تروحي مع جوزك؟ انت شايفاه يا ماما؟ يلا اتفضل اتفضل. كده يا شيماء خليكي ماشيه ورا امك، لما اشوف امك هتوصلك لحد فين. اوصلها لحد فين؟ لبر الامان يا اخويا. بتستحملي على ايه ده وبتحبيه على ايه ده؟ انا مش فاهمه. يعني انت متاكده يا ماما ان هو هيرجع تاني وهيبقى زي الخاتم في صباعي؟ عيب عليكي يا حبيبتي، خليكي ماشيه بس ورا امك. امك فاهمه اكتر منك. روحي روحي ارتاحي روحي. ما نشوف روحي. اخرتها. اخرتها عنب ان شاء الله. انا وراكي بس لحد ما اطولك. اما في ايه يا حاجة يا اما بصي يا اما يتجوز على اخت شيماء يوم. مين قال لك ان دي مراته يا ولد؟ هي مراته، انا علمت ان هي مراته، لقيت واحد صاحبه منزل له يا اما بصي. في ايه يا ماما؟ في ايه يا محمد؟ ما فيش حاجه يا مفيش حاجه شيماء. مفيش حاجه شيماء. وريني كده انت ايه بس بتقولوا- يا شيماء بالراحه. طب هات يا نهار اسود! هات بس يا شيماء. بس مين اتجوز عليا؟ رد عليا، الصورة دي حقيقية؟ ايوه يا شيماء حقيقيه، امال ايه يعني؟ بس مين اتجوز عليا يا امي؟ اخوك لسه جايب لي الصوره بيقول لي ان هو اتجوز عليكي. يا نهار اسود! شفتي اخرتها يا امي؟ شفتي اخرة سامعين كلامك؟ بصراحه يا اما كله منك، وانت اللي خربت بيتي. انا يا ابني؟ انا يا شيماء دلوقتي اللي خربت بيتك يا شيماء؟ ايوه يا امي انت اللي خربتي بيتي. عايزة تعملي اكتر من كده؟ حرام عليك اللي انت عملتيه فيا. عاجبك قعدتي جنبك كده؟ خليتي الراجل يتجوز عليا. ما انا كنت عايشة معايا يا ستي. عايشة معاه كويسة وسعداء ومبسوطين. ليه بتخشي ما بيننا كده؟ ليه بتخربي بيننا؟ حرام عليكي، حسب الله ونعم الوكيل فيكي يا شيخة، مش مسامحاكي. انا يا شيماء دلوقتي مش مسامحاني؟ انا بتتحاسبيني عليا يا شيماء؟ انا كان قصدي راحتك والله. رحتي ايه يا امي؟ رحتي ايه بعد اللي حصل؟ حرام عليكي، والله العظيم انا ما مسامحاكي، والله ما مسامحاكي. طبعا دي رسالتنا لكل حما بتتدخل في حياة بنتها. اتقي الله في زوج بنتك يا حبيبتي، وملكيش دعوة بيهم. طالما بنتك سعيدة ومبسوطة خليكي في حالك وخليكي بعيد عنهم. ما توصليش بنتك للمرحلة اللي بنتي أنا فيها دلوقتي. جوزها شاف واحدة تانية ريحته واتجوز ورمالك. اتقوا الله في بناتكم، واتقوا الله في ولاد الناس.